بيبدأ الفيلم وبنشوف إيمز وهي بتهرب مع بنتها وابنها من البيت، وده قبل ما جوزها يرجع من الشغل، وده لأنها بتتعرض منه للضرب والعنف، وكل ما يلاقي نفسه فاضي ولا زهقان يضربها ويهينها. وأول ما بتوصل بيت أهلها بتستقبلها والدتها وبترحب بيها جدا، وده على عكس والدها اللي أول ما بيشوف آثار الضرب على وشها بيتهمها إنها أكيد خانت جوزها وعلشان كده هو ضربها بالشكل ده. وبنعرف إن علاقتها بوالدها مش كويسة، وده لأنها أيام ما كانت في الثانوية اكتشف إنها حامل، ولما سألها مين والد الطفل علشان يحاول يحل المشكلة قالت له إنها ما تعرفش، فاستنتج إن كان عندها علاقات كتير، ومن وقتها وهو بقى شايفها بشكل مش كويس، وشايف إن عمرها ما هتتغير وإن لسه زي ما هي، وده بيكسر قلبها لأنها اتغيرت فعلا. ومن وقت اللي حصل وهي ما دخلتش في أي علاقة مع حد، وجوزها بيضربها افتراء وبدون سبب، ده غير إنها أصلا ما بتخرجش من البيت. المهم إن في نهاية الأسبوع بتروح تحضر مع أهلها فرح في الكنيسة، وهناك مش بتسلم من كلام الناس اللي هيموتوا ويعرفوا هي ليه هربت من جوزها ومن هو أبو ابنها اللي خلفته أيام الثانوية، ومع ذلك مش بتركز معاهم وبتروح تشتغل في صالون تجميل، وده علشان تقدر تكفي مصاريف أولادها وما تحتاجش لحد. وفي الصالون بتتقابل صدفة مع صديقة ليها من أيام المدرسة وبيخرجوا مع بعض، وبنعرف إن صديقتها دي اسمها جلوري، وجلوري لما بتعرف ظروفها واللي هي بتمر بيه بتقترح عليها تشتغل معاهم في المنجم اللي هي بتشتغل فيه سواقة على عربية نقل، وبتعرفها إنها هتاخد 6 أضعاف المرتب اللي بتاخده من صالون التجميل. ومع إن دي بتكون شغلانة صعبة بالنسبة لواحدة ست، إلا إن إيمز ما بيكونش قدامها حل غير إنها توافق، وده علشان توفر مستوى معيشة كويس لأولادها، وما بيكونش والدها موافق لأنه شغال هناك بقاله سنين وعارف قد إيه هي شغلانة صعبة جدا، ده غير إن بيحصل هناك حوادث كتير وآلاف الأشخاص بيموتوا. ولكن مع ذلك بتفضل إيمز مصرة على قرارها، وتاني يوم بتروح تقدم على الشغل وبتعمل شوية فحوصات مطلوبين منها، وده علشان يتأكدوا إنها مش حامل، لأن الشغلانة دي ممنوعة للحوامل بسبب مجهودها الكبير. ولما بترجع البيت بتتفاجئ بكارين جوزها بيلعب مع بنتهم بره، فبتقول لبنتها تدخل عند جدتها، وبيتكلم كارين معاها على إنه اتغير خلاص وعايزها ترجع ومش هيمد إيده عليها تاني، فبترفض إيمز لأن في كل مرة كان بيقول لها نفس الكلمتين دول، وبيرجع يهينها ويضربها تاني. وبعد ما بيمشي بتتكلم والدتها معاها عن إنها تديله فرصة وتستحمل عشان خاطر أولادها، وكمان لأن لا هي ولا والدها هيسمحوا لها تشتغل في المنجم زي ما هي مخططة، لكنها برضه بترفض وفي النهاية بتسيب لهم البيت وبتاخد أولادها وبتروح تعيش مع جلوري صاحبتها بشكل مؤقت، وده لغاية ما تشتغل أول شهر وتقدر تأجر شقة. وبيكون زوج جلوري واللي بنعرف إن اسمه آدم متضايق من وجودها جدا لأنه مش هيقدر ياخد راحته في البيت، لكنه بيستحمل علشان خاطر جلوري ما تزعلش. وبتبدأ إيمز شغلها في نفس اليوم، وبيكون هزار الرجالة اللي بيشتغلوا معاهم في المكان ونظراتهم مش ألطف حاجة، لكن هي وزمايلها بيمشوا الدنيا وبيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم لأن كلهم بيكونوا محتاجين الفلوس، وبيكون في عنصرية في الشغل بين الستات والرجالة سواء في المرتبات أو في أوقات الراحة. ولما إيمز بتطلب من المشرف بتاعها إنها تاخد استراحة 5 دقايق بيقف لها على الواحدة وبيرفض، وهو أصلا واخد اليوم كله بريك. وفي نهاية اليوم بتتفاجئ إن بوبي الشاب اللي كانت مرتبطة بيه أيام الثانوية شغال هو كمان في المنجم معاها، وأول ما بيشوفها بيفتكرها على طول، وبرضه بيكون زيه زي باقي الرجالة اللي في المنجم، وبتكون عينه زايغة ومش سايب العمال البنات في حالهم. وفي نهاية اليوم لما إيمز بتخلص شغلها بترجع على بيت جلوري وبتاخد الأولاد يروحوا يتغدوا في مطعم بره وبيقضوا وقت جميل مع بعض. وفي المطعم صاحب المنجم بيكون موجود وبياخد باله منها، فبيروح يسلم عليها وبيقول لها لو احتاجت أي حاجة في أي وقت تتواصل معاه وهو مش هيأثر معاها. وفي شغلها تاني يوم 2 من العمال الرجالة بيقفوا يرخموا عليها، وبتكون واقفة هي وواحدة زميلتها واللي بيكون اسمها شيري، وواحد منهم واللي بيكون اسمه إيرل الجراءة بتاخده وبيتحرش بشيري، فبتروح إيمز وبتشتكي للمدير لكنه ما بيهتمش وبيغير الموضوع، فبتتعصب وبتقول له إنها هتتواصل مع صاحب المنجم وهتقول له على قلة الذوق اللي بتحصل دي، لكنه برضه مش بيهتم، وبيقول لها لو عاوزة شغلها هنا يستمر يبقى تتجاهل اللي بيحصل وتعمل نفسها مش واخدة بالها. ولما بتروح تشوف شغلها بوبي بيجي يرخم عليها وبيلمسها بشكل مش لطيف، وبيكون شايف ان كده بيهزر، فبتتجاهله وبتمشي من المكان خالص. وبالليل بتخرج مع زمايلها في الحانة، وهناك جلوري صاحبتها بتتكلم مع ويل واللي بنعرف انه صديق جوزها ادمز، وبتحكي له عن إيمز وبتقول له انه يحاول يفتح معاها كلام ويتعرفوا، وده بما ان هما الاتنين عزاب، لكنه بيرفض وده لانه بيكون خجول شوية، وبيكون ويل
وإيرل وآدم زوج جلوري يعرفوا بعض، وأول ما إيرل بيشوفهم بيروح يقف معاهم وبيتكلم مع آدم عن إمز بشكل مش كويس، وبيتهمه بما إنها قاعدة في بيته فأكيد بيخون جلوري معاها، وبسبب كده آدم بيتعصب عليه وبيكون هيضربه، وويل بيحاول يهدي الدنيا ويبعدهم عن بعض، وبتفضل جلوري تزن على ويل علشان يتقرب من إمز، وبيكون خلاص هيروح لها ويعرض عليها يرقصوا مع بعض. في اللحظة دي بيجي يسبقه واحد تاني وبيعرض عليها وبتروح معاه، فبيلف وشه وبيرجع تاني. بعدها إمز بتقدر تأجر سكن وبتنقل مع أولادها من بيت جلوري، والأول مرة بتقدر تبسط أولادها وبتشتري لهم الألعاب اللي كانوا دايما بيطلبوها منها. وفي شغلها بيحاول بوبي يتقرب منها بشكل مش لطيف، وبيكون فاكرها هتيجي سكة معاه، لكنها ما بتديلوش وشه وبتهدده بإنه لو فكر يلمسها تاني مش هتسكت له، فبيحترم نفسه وبيبعد عنها. ولما بترجع البيت بتاخد بنتها وبتروح تزور والدتها، وهناك بتحاول تقنع والدها إنه يتقبل شغلها، لكنه بيفضل مصر على إنه مش هيرضى عنها غير لما تسيب شغلانة المنجم دي. وفي نهاية الأسبوع بتروح تحضر مباراة هوكي ابنها بيكون مشارك فيها، وبيحضر والدها ووالدتها معاها، وبتكون جلوري جايبة ويل معاهم علشان تحاول تديهم فرصة تانية. فبتقرر إمز إنها تديله فرصة وبيقفوا يتكلموا مع بعض، وبتعرف إن ويل محامي وبتكون كل حاجة ماشية تمام، لغاية ما بتيجي مرات ويل اللي هو أصلا ماشي في إجراءات طلاقه منها، وبتقول لإمز بعلو صوتها إنها تبعد عن ويل وبلاش تخطفه من عيلته. وبيسمع ابن إمز الكلام ده فبيحس بالإهانة لأن كل أصحابه سمعوا، وساعتها ما بيكونش عاوز يروح معاها وبيكون عاوز يبات عند صديقة ليه. فبتتضايق إمز لأنها أصلا ما غلطتش في حاجة وما كانتش تعرف إن ويل متجوز أساسا، وغصب عنها بتتعصب على ابنها وبتنزله من عربية أهل صاحبته بالعافية، وبتاخده هو وأخته وبترجع على البيت وهي منهارة. وبعدها بتعمل تجمع هي وزمايلها في الشغل، وده علشان يدوروا على حل يمنع الموظفين الرجالة من إنهم يتحرشوا بيهم أو حتى يبصوا لهم بصة مش كويسة. وبيرفض آدم إن جلوري مراته تروح التجمع ده، وده لأنه بيكون شايف إنها هتورط نفسها من مشيها ورا كلام إمز. وفي الآخر باقي زمايلها بيدبسوا إمز لوحدها، ولما بتقترح عليهم يقدموا شكوى لصاحب المنجم بيرفضوا. وتاني يوم في الشغل العمال الرجالة بيقفوا يرخموا على شيري وهي في الحمام، واللي بيكون عبارة عن حمام متنقل زي الصندوق الخشب، وفي الآخر بيوقعوه بيها. وقتها إمز بتقرر ما تسكتش وبتطلع على الشركة اللي صاحب المنجم بيديرها، وهناك بتلاقي مدير المنجم موجود. وقبل ما تشتكي أو تقول هي جاية ليه، صاحب المنجم بيقول لها إنه عارف اللي جاي علشانه فمالوش لازمة تتعب نفسها وتتكلم. وإمز بيكون عندها أمل إن هو اللي هيساعدهم، لكن في الآخر بيركبها قطر 6 إلا تلت وبيقول لها طالما الشغل بالأسلوب ده مش عاجبك يبقى تستقيلي وبلاش الحوارات دي كلها. ولما بتقول له إنها محتاجة الشغل ومش عايزة تستقيل بيقول لها تبقى تستحمل وبلاش تحرض زمايلها على إنهم يعترضوا على اللي بيحصل، لأن وقتها هو بنفسه اللي هيطردها. وقبل ما حتى ترد عليه بيكون طاردها بره المكتب بحجة إن هو مشغول. فبترجع البيت وهي محبطة، وبيرجع ابنها من مدرسته متأخر، ولما بتسأله عن السبب بيتجاهل سؤالها وبيدخل على أوضته، وبتتخانق معاه علشان عرفت إنه ساب فريق الهوكي اللي كان منضم ليه، وده بعد اللي حصل آخر مرة هناك من زوجة ويل. وبتكون جلوري مختفية اليومين اللي فاتوا وما بتروحش الشغل، ولما إمز بتروح لها علشان تطمن عليها بتعرف من آدم جوزها إنها للأسف عندها فيروس وفي حالة متأخرة جدا لأنه أثر على الكبد، ولأنهم أصدقاء مقربين بتزعل عليها جدا، لكنها ما بتبينش ده قدامها علشان ما تخوفهاش، وبتقعد تهزر معاها علشان تخفف عنها. وتاني يوم أول ما بتوصل شغلها بتلاقي العمال الرجالة كاتبين بالدم على حمام السيدات، وده كعقاب على إنها حاولت تقدم شكوى ضدهم. والغريب إن زمايلها البنات بيكونوا شايفين إنها السبب في كده فبيخلوها هي اللي تمسح الحمام. بعدها بوبي بيستغل إن هما الاتنين بيشتغلوا في مكان لوحدهم فبيعتدي عليها وبيسيبها منهارة وبيمشي. وبتروح وقت استراحة الغدا وبتواجهه قدام اللي موجودين باللي عمله، لكنه بينكر إنه عمل حاجة أصلا. وبيشهد زمايله إن في الوقت اللي بتقول إنه اعتدى عليها فيه كان معاهم وما راحش أي حتة، وكل اللي موجودين بيكونوا عارفين إن إمز بتقول الحقيقة، ولكن مع ذلك محدش بيقف في صفها. وفي النهاية بتستقيل إمز من المنجم بعد كل اللي شافته، لكنها بتقرر إنها ما تستسلمش وبترفع دعوة على المنجم. ولأنها ما تعرفش محامي غير ويل بتروح تعرض عليه إن هو اللي يمسك القضية دي، لكنه بيكون شايف إنها قضية خسرانة وبيقترح عليها تسيبها من شغل المحاكم والقواضي لأن مش هينوبها حاجة منه غير إنها هتشهر بنفسها وبس. وبيقول لها إن الأفضل تبدأ من جديد وتشوف لها شغلانة تانية أو تدور على زوج مناسب يهتم بيها وبولادها. وبعد ما بتمشي بيقعد ويل يتكلم مع آدم بخصوص اللي قالته إمز، وبيغير رأيه وبيعدي عليها وبيقول لها إنه
موافق يمسك القضية، لكنه هيحتاج زمايلها يشهدوا معاها بكل الاعتداءات اللي حصلت لهم. ولما بتسأله عن سبب انه غير رأيه فجأة بيقول لها انه شاف انها قضية مختلفة ومحدش رفعها قبل كده فعايز يجرب. وبعد ما بيرفعوا الدعوة بيكونوا مجبرين يجيبوا شهود على كلامهم في أسرع وقت، وخصوصا ان المحامية اللي صاحب المنجم موكلها جايبة 13 بنت بيشتغلوا في المنجم، وده علشان يشهدوا ضد إيمز ويقولوا انها بتكذب وانهم مش بيتعرضوا لأي تحرش او اعتداءات. وبتكون المحامية دي عايزة جلوري اللي بتكون محجوزة في المستشفى تشهد معاهم ضد إيمز، علشان كده يبقى كل الستات اللي بيشتغلوا في المنجم شاهدين ضد إيمز، لكن ويل وآدم بيطردوها. وفي النهاية جلوري بتقرر انها تشهد مع إيمز، وبتكون إيمز في الوقت ده بتحاول تقنع شيري بانها تقف معاها وتقول الحقيقة، لكن شيري بتكون خايفة انها تخسر شغلها وبترفض. وبيتكلم صاحب المنجم مع المحامية بتاعته عن انها تعمل المستحيل وتكسب القضية، فبكل ثقة بتقوله انها كده كده هتكسبها، وده لانها مش متعودة على الخسارة. ومن قذرتها بتجيب كارين زوج إيمز في اجتماع عاملينه لأهل الحي، وده علشان يشوفوا ايه آرائهم بخصوص القضية دي، وبتخليه يطعن في شرف مراته قدام العمال، وبيقول انها كانت بتخونه وهما متجوزين. وطبعا كارين بيكون قابض تمن كلامه ده. وقتها إيمز بتطلع علشان تدافع عن نفسها، وبتقول انها ما كانتش عايزة حاجة غير انهم كسيدات يتعاملوا زي البني ادمين في شغلهم ويكون ليهم احترامهم زي اي حد. وقتها الناس بيهاجموها وبيكونوا خايفين المنجم يتقفل بسبب الدعوة اللي رفعها إيمز، وخايفين ان اللي بيشتغلوا هناك يخسروا شغلهم. ولما والد إيمز بيلاقيهم مش مدينها فرصة حتى انها تتكلم بيطلع هو يتكلم بالنيابة عنها، والأول مرة بيقف في صفها وبيدافع عنها، وبيقول لكل اللي موجودين انهم المفروض يدعموها علشان اللي حصل معاها ما يتكررش مع بناتهم. وفي اول جلسة في الدعوة بتواجهها المحامية بعلاقاتها الكتير ايام الثانوية، واللي بسبب كترها لغاية دلوقتي ما تعرفش مين هو والد ابنها. وبيكون بوبي شاهد بانها كانت على علاقة بالمدرس بتاعها، وهو شاف بنفسه ده وعلشان كده انفصل عنها. وقتها إيمز مش بتقدر تمسك نفسها وبتقول لهم انها عارفة مين والد الطفل، لكنها خافت تقول، وانها كمان ما كانش عندها اي علاقات ايام المدرسة. وبتعرفهم ان والد الطفل هو المدرس بتاعها، وحملت منه لانه اعتدى عليها واغتصبها، يعني اللي حصل ما كانش بارادتها. وبيتصدم والدها اول ما بيسمع كلامها وبيلوم نفسه لانه طول السنين دي عاملها بأسوأ واتهمها بحاجات ما عملتهاش. ومن قهرته بيهاجم المدرس اللي بيكون حاضر الجلسة، وبسبب كده القاضي بيخرجه بره القاعة. وقتها إيمز مش بتستحمل تفضل في المكان بعد اللي قالته، وبتخرج بره القاعة وهي منهارة. ومن صدمة ابنها بعد اللي عرفه بيسيب البيت وبيروح يقعد عند آدم، وبيكون متضايق منها جدا لانها طول السنين دي كانت مفهماه ان والده ميت، وابنها بيكون فاكر انها بتكرهه بسبب والده. لكن آدم بيقول له ان ده مش حقيقي، وانها كان قدامها فرصة تجهضه او حتى تخلي حد يتبناه بعد ولادته، لكنها ما عملتش كده، وده معناه انها بتحبه. فبيقتنع ابنها بكلامه وبيروح يعتذر لها. وفي جلسة المحاكمة بيضغط ويل على بوبي لغاية ما بيعترف ان المدرس اعتدى عليها فعلا، وان اللي حصل ما كانش بارادتها، وانه ما حاولش يدافع عنها وقتها علشان كان جبان وخايف من المدرس. وبتشهد جلوري انه وهي بتشتغل كانت بتتعرض لتحرش برضه، وبيكون ناقص شهادة واحدة بس وإيمز تكسب القضية. وقتها شيري بتغير رأيها على آخر لحظة وبتشهد معاها، وده بيشجع باقي العمال وبيقوموا واحد ورا التاني ويشهدوا معاها. وفي النهاية بتكسب إيمز القضية، وبيتحط قانون لحماية السيدات اللي بتشتغل في المنجم، وبتترفع مرتباتهم لمرتبات متساوية مع مرتبات الرجالة. وبكده بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. أشوفكم بخير.